كل التهنئة لنادي الزمالك المصري العريق، كل التهنئة لأكتر لعيبة موهوبة وحريفة في البلد. وسلم لي وسمعني سلام للحريفة، اللعيبة الرجالة المعلمين العتاولة. ربك كريم، ربك كريم. ولكن في النهاية أسود أفريقيا، وحوش الغابات، أساتذة الكورة، لعيبة أفريقيا، اللعيبة الموهوبة المحترمة المحترفة، لعيبة نادي الزمالك. ويبدأ هذا النادي يستمتع بوجوده، يستمتع بقوته، يستمتع بتاريخه، يستمتع بفنياته. مين أحمد حمدي ده؟ مين محمد شحاتة ده؟ مين الشباب اللعيبة دي؟ ايه الفرقة الجامدة دي؟ آن الأوان إن الفرقة دي تتنفس، آن الأوان إن الفرقة دي تاخد مكانها، آن الأوان إن الفرقة دي تعرف إنها كانت بتتكعبل تاريخيا، كان بيتحط لها كل العوائق علشان ما تطلعش، ما تقبش، ما تظهرش. ولكن النهارده يا زمالك، النهارده البداية، النهارده البداية عشان تعرف انت مين، انت مستواك عامل ازاي. قول لي مين لعيبه في مواهب اللعيبه اللي انت شفتها النهارده. قول لي مين في مصر عنده المواهب دي. قول لي مين في مصر بيعرف يلعب الكوره دي. فرقه قويه، هي محتاجه بس شويه ثقه، هي محتاجه بس تعرف انها مهمه، هي محتاجه بس تعرف ان هي كمان عندها حظ، ان هي كمان عندها توفيق، وان الفانيلا البيضة اللي بخطين ليها نصيب في الحياة، وتقدر تكسب وتاخد بطولات. النهاردة اللعيبة ادت كل اللي عندها، مجهود كبير، لكن اتحط مجهود في حرفنة، في موهبة، في فرقة تستحق. الفرقة دي قاعدة سنين ما بتاخدش حقها لأسباب كتيرة، لأسباب كتيرة كل الزملكاوية عارفينها. إنما النهاردة آن الأوان بقى إنك ترفع راسك فوق وتبتدي تواجه، تبتدي تاخد مكانك، تبتدي تنافس، تبتدي تعرف مكانتك. مفيش حاجة اسمها أصل أنت الوسيف، أصل أنت بس بتاع المركز التاني، أصل أنت ما عندكش نصيب، أصل أنت الإدارة بتاعتك دايما مش قد كده، أصل أنت لا. من هنا ورايح زمالك زمالك زمالك، وغني عن القول. بص شوف جمهور الزمالك قد ايه، علشان بس كل الناس اللي تقول لك ايه 99.9 من مصر بيشجعوا، لا. بص النهارده في الاستاد، بص شوف جمهور الزمالك قد ايه. الناس دي كانت مستنيه نصره، نصره قويه وفرحه عشان يخرجوا من بيوتهم ويقفوا وراء النادي بتاعهم، ويقفوا وراء الموهبه، يقفوا وراء المدرسه. المدرسه دي يا جماعه عمرها ما كانت ضعيفه، وعمرها ما كانت تعبانه، وعمرها ما كانت ما بتعرفش. الزمالك بيعرف وبيقدر، بس دايما كانت ظروفه صعبه، ودايما كان بخته مايل. انما دلوقتي احنا بنعدل الميله، ومن اول وجديد يبدأ جيل جديد ينضم للزمالك، يبتدي شباب يعرفوا مين هو الزمالك. لانه دايما يقولوا له ايه؟ الزمالك ده فريق الفريق ده بتوع البليه، بتوع الناس دول اصلهم ما لهمش، دول عندهم خناقات على دول قاعدين في لا. من النهارده انت فريق بروبر، كامل متكامل باشا، تاريخ، فانيلا عريقة، نادي جبار، نادي عظيم، نادي يقدر، نادي فيه مواهب، نادي فيه لعيبة.
النهارده تشوف الاداء، النهارده تشوف الشباب الصغير اللي لسه طالعين وهم متطحمين بالمعلمين. طول عمرنا طول عمرنا كان عندنا المواهب من ايام علي خليل وفاروق جعفر وحسن شحاته، كل اللي انت عايزه قول الاسامي اللي انت. كان عندنا دايما ناس بتوع قيمه. هو ده نادي الفن على فكره. اما بنتكلم على نادي الفن والهندسه، هذا ليس من قبيل التفخيم او نادي عنده جمهور عظيم. اديله الفرصه بس واتفرج عليه زي ما شفت النهارده. انت النهارده كنت متوقع تشوف كل الجمهور ده؟ تحيه لجمهور الزمالك، هو اللاعب رقم واحد، مش 11 ولا 12 ولا 13. كنتم الجمهور رقم واحد، ومن هنا وطالع اعمل حساب الزمالك عندك. معلش لا معلش بجد، هو سؤال ولازم يتسأل ولازم حد يجاوبني عليه بأمانة والله بجد. يا جدعان هو انتوا يعني اللعيبة اللي بملايين دي، اللعيبة اللي هي بفلوس كتير قوي دي، انتوا مش ناويين تعملوا بلقمكم؟ يعني هو ده السؤال اللي نفسي حد من اللعيبة يجاوبنا عليه. مش ناويين تعملوا بقبضكم؟ طب بأي حاجة طيب من الملايين اللي انتوا بتقبضوها دي بأمانة. ايه نكش الفراغ ده يا جدعان؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 جدا. ما عندناش لاعب بيعرف يفنش. الاهلي ما فيهوش لاعب بيعرف يفنش، كل اللعيبة بتحنكش، كله بيحنكش يا باشا، محدش عارف يفنش. طب وبعدين؟ طيب المصري مستسلم تماما، مستسلم ما بيعملش حاجة، بيدافع بس. وحضرتك بتروح كتير قوي مش تخلص، ما انتش عارف تخلص. والناس بقى بتوع ايه، مش هنحكم على المدرب دلوقتي. طب معلش اركنوا على جنب شويه، هنحكم عليه امتى؟ حد يقول لي على جمله تكتيكيه واحده حصلت في الماتش، جمله واحده حصلت، اي بصمه للمدرب ده، اي حاجه تقول ان المدرب ده شغال يا باشا وشايف شغله، اي حاجه تقول ان المدرب ده بيحلل لقمته، اي حاجه تقول ان اللاعيبه دي عندها حميه وعندها شغف ان هي تحقق حاجه مع النادي الاهلي. اللعيبه دي شبعانه، اللعيبه دي انت فاهم جايين ياخدوا لقطه في النادي الاهلي. لا ما لا، اكتر من كده سكوت، اكتر من كده سكوت على اللعيبه والمدرب. والله احنا داخلين في نفق مظلم، النادي الاهلي داخل في نفق مظلم. ما عليك بنتيجه المباراه، احنا داخلين على السوبر، داخلين على السوبر. تمام هندخل على السوبر واحنا بأدائنا ده، واحنا بشكلنا ده، واحنا بمنظرنا ده، هنتهان يا جدعان، وحياة ربنا هنتهان. سيبك من ماتش سيراميكا يا عم، انت عديت ماتش سيراميكا بالحظ، حلو هتعديه بالحظ، هتكسب بالحظ. طيب بعد ما تكسب بالحظ هتروح تخبط في بيراميدز، يا احمد السلام ما ممكن الزمالك يكسب، هتروح تخبط في بيراميدز كأني ما سمعتش حاجه، هتروح تخبط في بيراميدز تمام، هتتهان، هتتهان، هيتداس على وشك. انا مش فرحان وانا بقول الكلام ده، مش مبسوط انا وانا بقول الكلام ده. انا طول عمري متعود على الاهلي، وهو حتى لما بيخسر انت فاهم بيبقى واكل النجيله، حتى هو خسران. انما المنظر ده والشكل ده، اللاعب يا جدعان، فين الحميه بتاع الفانيلا؟ فين روح الفانيلا الحمراء؟ فين بجد؟ انا مش شايفها، لو حد شايفها يوريها لي، انا مش شايفها. لعيبه متساهله بطريقه عبيطه، لعيبه مش عايزه، هي مش عايزه. اللعيبه بتاعت الاهلي هي مش عايزه اصلا، فاهم؟ فهي عشان هي مش عايزه فبالتالي بنشوف العك ونكش الفراخ ده اللي احنا فيه. شوف من بدايه الموسم، من بدايه الموسم اسماء رهيبه، عندنا اسماء في الاهلي يا باشا حدث ولا حرج، مفيش اجمل من كده. ولكن ولكن يا فرحه انا بالاسماء دي، وبعد الاسماء دي عملت بيها ايه انا؟ عملت اكسب فاركو وسكور؟ او انا جايب الاسماء دي كلها عشان اكسب فاركو وسكور؟ والمدرب، اوعى حد يحكم على المدرب دلوقتي يا جدعان، محدش يحكم على المدرب دلوقتي. المدرب ده لسه بدري، ما نحكمش دلوقتي، ايه يبقى عبيط اللي يحكم؟ مش عايزين نحكم عليه من دلوقتي. نحكم عليه امتى طيب؟ نحكم عليه امتى؟
فين شغلك انت ايها المدرب الدنمارك العظيم اللي هتيجي تغير فين شغلك؟ مش هحكم عليك يا عم دلوقتي، بس اديني اي نبذه اي نبذه مختصره كده تقول لي ان انت مدرب، اي حاجه كده تقول لي ان انت مدرب، اي جمله، اي لعبه متفقين عليها، اي حاجه. انا نفسي اشوف لك عشان ما شفتلكش بامانه. انا نفسي اشوف لك عشان ما شفتلكش. انا مش شايف لك، انا مش شايف لك اي حاجه، اي بصمه مع الفريق انا مش شايفها، اي حاجه مش شايف، انا مش شايف. مش عارف بقى دي مشكله فيا انا محتاج نظاره نظر، ولا دي مشكله فيك انت، ولا دي مشكله في اللاعب مش عارفين يطبقوا اللي انت ما بتقولهوش. مش عارف. اما بقى اخونا وحبيبنا طاهر محمد طاهر، يا باشا انت بص، انا مش عارف اقول لك ايه، بامانه انا مش عارف اقول لك ايه. كل اللي اقدر اقوله لك يا طاهر بامانه يعني، ارحم اللي جابونا. يعني ايه، بما ان الكل مقتنع بيك، بما ان الاداره مقتنعه بيك، بما ان اي مدرب بيجي مقتنع بيك، فهي مش هتيجي الا منك انت بقى، بعد اذنك ارحمنا. يعني اللي هنقول بقى يا مدرب بتلعبه ليه، ولا الاداره ساكته ليه على اللاعب ده لحد الان في النادي، ولكن انت بقى يعني، انت بقى حرام عليك يعني، ارحمنا. ارحمنا، لا اما تروح كده اكاديميه وتتعلم الكوره من اول وجديد، لا اما تقعد دكه بره، لا اما تروح تشوف عم حارس تقعد جنبه. انما ان انت تفضل قارفنا كده في الملعب، الموضوع كبير، الموضوع هيجيب لنا غلطه، هنتجلط، وربنا هنتجلط. طب وعلى ايه طيب يا عم طاهر؟ تشيل ذنب ب 70 مليون ليه؟ ليه تشيل ذنبهم؟ اركن يابا انت كده على جنب وارحمنا، وارحمنا ان تعبنا، تعبنا احنا تعبنا. الاداء يا جدعان رايح في 60 دقيقة، اداء النادي الاهلي رايح في 60 دقيقة. لو رحنا السوبر بالمنظر ده وربنا هنتهان، هنتهان. يعز عليا ان انا اقول كده، انا مش فرحان وانا بقول كده، لان زي ما قلت لك من شويه النادي الاهلي معودنا دايما ان هو لما بيكسب تمام بيكسب باداء، ولما بيخسر برضه بيبقى خسران برضه باداء. انت فاهم؟ لكن مكسبي انا بالاداء ده مش هيفرحني. مكسب الاهلي بالاداء اللي انا شايفه قدام عينيا ده قدام المصري، والله مش هيفرحني. بالعكس، ده اشاره، اشاره بتقول لي اللي جاي صعب، اللي جاي صعب. نعدل من دلوقتي لان اللي جاي هيبقى صعب، صعب قوي. لله الامر من قبل ومن بعد. سلام.